السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان في حديث الناس. وصل إلى مدينة جوبا اليوم الأحد وفد الحكومة مشارك في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة برئاسة رئيس مجلس السيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو. ويضم الوفد أعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، وزراء رئاسة مجلس الوزراء والحكم الاتحادي، بجانب رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو الذي تم تعيينه قبل ساعات من مغادرة الخرطوم. ومن ناحيتها بحثت الجبهة الثورية خلال اجتماعها بأديس أبابا برئاسة الدكتور الهادي يحيى في 4 أكتوبر الجاري بحثت الترتيب لبدء التفاوض مع الحكومة. وبحسب تصريحات عضو السيادة محمد التعايشي أن الجلسة الأولى للمفاوضات يوم غد الاثنين سيفتتحها الرئيس البرهان والرئيس سيلفا كير بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشركاء الدوليين والإقليميين. إذن مشاهدينا الكرام، برنامج حديث الناس سيواصل مناقشته لمهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية. ونخصص حلقة اليوم للاستمرار في مناقشة المهمة الأولى للفترة الانتقالية أي السلام، مع ضيوفنا داخل الاستوديو سيد العميد ساتي سوركتي الناشط السياسي والخبير الأمني، وكذلك الأستاذ نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أرحب بضيوفي. إذن أهلا بك سيد العميد. وعليكم السلام، بارك الله فيك أخي. مرحبا بك سيد نهار. وعليكم السلام والتحية لكل مشاهدي قناة طيبة. الله يحييك. أبدأ معك سيد العميد سوركتي، حدثنا عن مفهوم السلام، ونحن الآن يعني يوم غد سيشهد إن شاء الله انطلاقة أولى مفاوضات أو جولات التفاوض في جوبا. والله هو مشكلة السلام هي المشكلة التي يعلق الناس عليها بقايا المشاكل. يعني سميتها مشكلة ليه سعادتك؟ لأنه حتى الآن الأطراف المعنية والأطراف الشغالة في إدارة معضلة هذا السلام وهذا التوافق السياسي العام ده ما متفقة عموما على كليات محددة، وتجعل يعني من الأمر يعني قريب التناول يعني حتى الآن. يعني وأنا أعزو الإشكال الفات معظم الخراب الذي حصل مرده إلى سوء إدارة ملف السلام، يعني ملف السلام هو ملف المواطنة العامة يعني. فسوء إدارة ملف السلام أو ملف المواطنة العامة ده هو الذي وصلنا إلى هذه الثورة يعني. وأنا أتمنى أن يختلف تناول الناس، يعني يختلف تناول الحركات عما كان عليه، ويختلف تناول أهل الحكم مما كان عليه، ويختلف تناول الوسطاء مما كان عليه يعني. حتى إنه الناس يذهبوا سويا إلى ما يسمى إلى ما يسمى بالسلام يعني. نعم. طيب سيد نهار، مرحبا بك في حديث الناس. من خلال تجربة سياسية في حركة العدل والمساواة، دائما يبرز إلى السطح الحديث عن جذور المشكلة. الحكومة السابقة يعني خاضت مفاوضات مع الحركات المسلحة بألوانها المختلفة، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق سلام دائم. نعم، هو أنا أتفق مع الأخ العميد سوركتي في أنه هذه هي المشكلة التي أقعدت السودان منذ الاستقلال. يعني نعم. ليس فقط الأمر مرهون أو مربوط بالحكومة السابقة، لأنه كما نعلم تماما أنه أول أحداث تمرد حدثت في السودان في 55 حتى قبل الاستقلال، أحداث تويريت. ومن بعد ذلك كانت المقاربة من كل الأجهزة الحاكمة طوال هذه الفترة، كان يعني ممكن تقدر تقول مقاربة تكتيكية، محاولة يعني شراء سلام بثمن قليل. لذا فشلت كل الجهود في الوصول إلى عملية سلمية شاملة. القوسين الوحيدين الذين فتحا لهذه العملية هي محادثات واتفاق نيفاشا. لكن أيضا حتى هذه الفترة كانت هناك مشاكل في دارفور، فلم يكن الحل شاملا. أنا أعتقد أنه المقاربة الخاطئة منذ الاستقلال لهذه العملية، عملية السلام، أدت إلى هذه النتائج. وأيضا يعني التكتيك، لأنه أمر السلام ليس أمرا تكتيكيا، هو أمر استراتيجي. ما لم يتم سلام في هذا البلد من المستحيل أن تقوم لنا قائمة. نعم. هذه هي واحدة من الأشياء الأساسية التي يجب استصحابها في كل عملية سلمية، وخاصة هذا التغيير الأخير الذي تم بإرادة شعبية قوية جدا
واحدة من الأشياء الأساسية قصص الحروب اللي ظل يعاني منها السودان في داخله. يعني الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يحارب خارجيا عدوا خارجيا ظاهرا، لكنه كان يحارب في مواطنيه. فهذا الأمر يجب أن يحل، وهذه هي سانحة تاريخية، فرصة تاريخية ما بعد هذه الثورة العظيمة التي تمت والتي مهرت بدم شباب هذا البلد، في أنه يكون هذا العلاج هذه المرة يعني ناجعا وشاملا. طيب سيد العميد، يعني ما هي التحديات التي تواجه عملية الحوار التي ستنطلق غدا، والتي يجب على الشركاء في الحركات المسلحة والحكومة الحالية أن يستصحبوها معهم حتى يعني يذللوا كل العقبات؟ والله هو قبل الدخول في تفاصيل المحادثات وتفاصيل الحيثيات، يعني أنا أرد الأمر كله أصلا إلى انعدام المشروع الوطني. يعني بمعنى الأزمة السودانية، الأزمة بتاعت حتى الحروب وحتى الاختلافات التفصيلية الكثيرة دي اللي أدت إلى هذه الحروب، يعني مردها إلى عدم وجود مشروع وطني أصلا. وعدم وجود المشروع الوطني مرده لأزمة القيادة. السودان يعوز قائدا منذ الاستقلال، يعني القيادة هي اللي بتشكل المشروع الوطني ده، وبتسوقه وبتمثله وبترفع الناس إليه، يعني وبتسوق الناس نحوه. يعني نعم. السودان يعوزه المشروع الوطني هذا. عشان كده كل جماعة سياسية بتستلم بتقوم تتصرف بمقتضى مرئياتها وتصرفاتها وتكتيكاتها، وكله بيكون في حدود قاصرة جدا جدا عن المطلوب الوطني العام. يعني فأنا شايف إنه مهم جدا بعد هذه الثورة وأن يستصحب الناس مشروعا وطنيا جامعا عاما. يعني أنا أسأل الله أن تخرج هذه الوقائع الراهنة دي قيادة لهذا البلد. يعني طيب. السودان يعوزه القيادة أصلا، دي مشكلة السودان أصلا. يعني طيب أنت تقول يعني واحدة من التحديات اللي هي مسألة نحن ما عندنا قيادة في السودان يجتمع ويلتف حول الناس. طيب هذه القيادة مسؤولية من؟ هل هي الأحزاب السياسية ولا بيحرك الشارع ولا من؟ والله ظهور القيادة يعني بينتج عن ظروف موضوعية وعن أحوال، وبينتج عن تحديات تواجه الشخصية الوطنية ذاتها، وبينتج عن مشيئة ربانية. يعني يعني يشيء الله لنا قائدا، ما في النهاية أصل الأمر محوره رأسا واحدا. رأس واحد هو اللي بيجيب حوله الجماعة المساعدة، وهو ده اللي بيجيب حول الجماعة المساعدة الحزب أو النظام السياسي وكده. يعني فوجود الرأس الكاريزمي القائد الملهم البصير الذي زي المهدي في مهديته مثلا، وزي شخصيات كثيرة جدا في التاريخ قامت آحاد لكنها صنعت أحداث وصنعت واقع تاريخي جديد بمقتضى مرئياتها هي. يعني نعم. فهذا الذي يعوزه السودان. عشان كده السودان ما عنده مشروع وغايب عنه المشروع، لأنه عدم وجود القيادة، حتى قيادات أقل من مستوى القائد الملهم ده. يعني في الأحزاب ما في شيء. يعني لو كان هذا النوع من القيادة موجود أو هذا المستوى من القيادة موجود حتى في الأحزاب السياسية اللي شايفينها 30 ولا 50 حزب دي، لكانت الأحزاب السياسية دي ذاتها يعني رفعت مستوى أدائها إلى حالة أحسن من الحال الذي نحن فيه. يعني طيب. فإحنا نعوز مستويين من القيادة. يعني نعوز مستوى قائد أعلى ملهم يصنع واقع تاريخي جديد، ونعوز مستوى قيادة دون ذلك لكنها تمثل كتف الدولة وكتف المجتمع وكتف السودان، بحيث انه يدير العمل الى مرحله مستقبل الى وضعيه احسن. يعني نعم سأعود لك مرة أخرى. طيب سيد نهار، سيد العميد يقول لك نحن عندنا مشكلة هي مشكلة قائد. يعني في السودان من 56 ما في قائد الآن، يعني كذا يقال عليه، وذكر شخصية المهدي. طيب أنا أريد أن أنفذ إلى يعني جذور المشكلة من خلال ممارسة، وأنتم في حركة العدل والمساواة كانت هناك عقبات تواجه الحركات والحكومة. يعني كان اتفاقات السلام التي وقعت بين الحركات والحكومة كانت هشة. ما هي يعني المعوقات التي كانت تظهر أمامكم؟ هو أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في السودان وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى عملية سلام شاملة، بمعنى باعتبار أنه الأشياء التي حمل يعني أطراف السودان من أجل السلاح يعني هي المشاركة السياسية والتنمية الغير متوازنة. هذه أسباب ممكن في جزء منها حتى قبل الدولة السودانية
الوطنية، يعني من الاستعمار، المناطق المقفولة، التنمية الغير متوازنة، لكن استمرت وتيرة هذا الأمر من خلال الحكومات الوطنية. فعدم وجود هذه الإرادة الحقيقية، لأنه في نهاية الأمر هو المطلوب يعني توافق من كل مكونات المجتمع السوداني في حكم الدولة السودانية، وليست منا من جهة أو من حزب أو من جماعة. هذه هي الإشكالية الحقيقية. يعني الإرادة للوصول إلى السلام كانت باعتبار إنها منا من جهة تعطى. لهذا الأمر فشلت المائدة المستديرة في الستينات. يعني الاتفاقية أيضا بتاعت أديس أبابا مع جوزيف لاغو فشلت، لأنه الطرف الآخر اللي هو حكومة النميري تنصلت عن بعض بنود هذا الاتفاق. انتهى الأمر بجنوب السودان إلى الانفصال، لأنه أيضا وجد أنه ممكن أن يختلف الناس في هذا الأمر، لكن وجد أن الوحدة غير جاذبة. حتى يعني اتفاقية أبوجا أيضا لم تذهب بعيدا، والاتفاقيات اللي كانت الأخرى أيضا كانت ثنائية، يعني ما أخذت طابع شامل. غياب هذه الإرادة في أن الوصول إلى سلام حقيقي يشمل كل المكونات الموجودة، وهي يعني أمور الأسباب الحقيقية التي خلت الناس تحمل السلاح يعني معروفة وليست محل اختلاف. أنا أعتقد أنه عدم سماع الصوت الآخر أدى إلى حمل السلاح، وحمل السلاح بعد ذلك كمان جاب آثاره من نزوح ولجوء وتشرد وغيره. فأنا أعتقد أنه المقاربة المنطقية والواقعية لهذا الأمر في النظر إلى أنه هذه دولة سودانية يجب أن يتشارك فيها كل سكان السودان بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم الثقافية والجهوية في إدارة شأن هذه الدولة. إذا استمر الحال في الوصول إلى تسوية بهذه الشروط، أنا أعتقد أنه من السهل جدا الوصول إلى تسوية. لكن إذا استمر الأمر في أنه هي منا تعطى من طرف لطرف آخر، لا أعتقد أننا سنصل إلى إيقاف لهذه الحروب. نعم، سأعود لك مرة أخرى للحديث عن مسألة النازحين يعني توطينهم وإرجاعهم إلى قراهم، وحتى يعني الانخراط في عملية البناء. طيب سيد العميد، هناك كانت محادثات في القاهرة بين مكونات يعني نداء السودان أو الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ولم يصلوا فيها إلى اتفاق أو مسودة اتفاق حتى يدخلوا بها في عملية التفاوض. كيف تقرأ ذلك؟ والله أنا الذي أقوله في هذا الأمر إنه كل واحد من الأطراف وكل طرف من الحركات وكل حزب من الأحزاب متمسك بحيثية خاصته، يعني لأنه كلهم أحدا ومجتمعين، ما في رؤية وطنية ولا مشروع وطني جامع يعني. هذه مصيبة كبيرة جدا يعني. عشان كده الآن حتى حقيقة المركز دي ذاتها بقت متهمة. بمعنى شنو؟ بمعنى كل الأطراف بتقول إنه كلها مظلومة يعني. وشيء طبيعي دائما في أي دولة وفي أي حضارة وفي أي بيكون في مركز وبيكون في أطراف يعني. المركز بطبيعته بيكون متقدم على الأطراف بحكم وظيفته ودوره والحراك اللي بيحصل فيه وإلى آخره يعني. عشان كده أنا فاهم يعني الضعف الموجود في شمال السودان والضعف الموجود في شرق السودان والضعف الموجود في الجنوب وفي دارفور وفي كردفان عن المركز يعني. لكن أنا أعزو ذلك إلى أصلا ضعف وسوء الفكر السياسي السوداني يعني. لا أرد ذلك إلى مقاصد شرانية يعني في المركز يعني. نعم. لأنه المركز ده هو الحبل الذي يجمع كل هذه الحبال في كل الاتجاهات يعني. فأنا لا أتهم المركز، لكن أتهم العقل السوداني بعامة، لأنه زي ما قلت لك إحنا مصيبتنا ما عندنا مشروع وطني أصلا يعني. والحقيقة الأزمة السودانية ما أزمة سياسية. أنا ضد الكلام عن إنه الأزمة السياسية وما الأزمة السياسية والأزمة الإدارية. أنا لا أقول أن الأزمة السودانية أزمة سياسية بالمفهوم الإداري بتاعي يعني. الأزمة السودانية أزمة عقل وأزمة أخلاق يعني. هذا الكلام ده لازم يقر به ويخاطب أكوردي يعني من الجميع أصلا يعني. دي أزمة عقل واضحة جدا يعني. المسألة ماسكوا إدارة سياسية يعني، ولكن المسألة أزمة عقل، وأزمة العقل بالضرورة أزمة أخلاق يعني، وأزمة العقل والأخلاق بالضرورة أزمة تدين يعني. يعني أكبر أكذوبة يقول لك في حكم دين والبلد مأزومة في عقلها وفي أخلاقها بالطريقة اللي احنا شايفينها وعايشينها دي يعني. فعشان كده احنا محتاجين نخاطب
هذه الحقيقة ونتعامل بمقتضى هذه الحقيقة، يعني نتواضع إليها. يعني ما كل واحد من الأطراف يشد. جميل. إذا طيب. كلنا شدينا ما حينقطع حنصل لأي شيء يعني. حينقطع الحبل. أيوه. طيب سيد نهار، يقول لك الأزمة ما هي أزمة مركز، وكل السودان مهمش. لو طلعت جنوب الخرطوم وشمال الخرطوم بالحق ما في تنمية. فحكاية إنه يا أخي الحركات المسلحة تقول يا أخي في أزمة ونحن مهمشين وغير هذا كلام يعني لا يرقى إلى مستوى العقل، بل الأزمة أزمة ضمير. ماذا تقول أنت؟ والله هو صحيح في أزمة بتاع الضمير، والدليل إنه يعني الأشياء اللي حصلت وحتى الآن بتحصل، يعني في أزمة أخلاق كبيرة جدا في السودان. أخذ التدين شكله شكلاني، صار التدين شكلاني. التدين الحقيقي في الأخلاق ويعني الممارسة الفعلية كما هو معروف في الدين الإسلامي غير موجودة على أرض الواقع بكل صراحة وبكل أمانة. وانعكس هذا الأمر على كل يعني مستويات المجتمع السوداني، يعني الطبقة السياسية، في القطاع الاقتصادي، في كل المستويات هناك أزمة بتاعت أخلاق وأزمة بتاعت أمانة. لكن أرجع لسؤالك الأساسي فيما يخص المركز. وطبعا يعني صحيح لما تقول مركز وهامش، صحيح السودان في أماكن كثيرة جدا منه بيعاني، حتى الشمالية، وأنا زرت الشمالية أكثر من مرة وأعرف إنه يعني من بعض الأشياء برضو يعني بتعاني. لكن إذا جيت برضو وبحثت شوية لجوا، يعني مثلا في الشمالية في طريقين بتاع انزلة الشمال جنوب وشمال شرق النيل وغرب النيل. دارفور الطريق الوحيد دخل قبل سنوات، وفي مناطق كبيرة جدا في ولايات في دارفور ما وصل الآن الطريق. يعني حتى في عملية التنمية في تأخر وفي يعني في تفاوت. لكن الأزمة أكبر من فقط التنمية، لأنه أساسا منذ الاستقلال بتاع السودان عند الوظائف بتاعت السودنة اللي هي أول وظائف دخلت في السودان، أكثر من 800 وظيفة لكل مناطق السودان ما عدا المركز الآن الجغرافي المعروف، ممكن 12 وظيفة. إذا الجنوب برضو كانت نسبة، لكن نسبة بسيطة جدا. قد يقول قائل إنه التعليم كان هنا، فهذا أيضا واحد من الأسباب بتاع إنه في هامش ومركز، إنه تمركز التعليم، تمركز هناك أيضا قرآن. طيب بس يعني معلش سيد نهار، حتى المركز الآن يعني الإثنيات الموجودة في المركز في الخرطوم، نعم، تجدني أنا من الولاية الفلانية وأنت من الولاية الفلانية والسيد العميد من الولاية الفلانية. المركز هو ذاته يعني السودان وعاء جامعة. لما نقول المركز ما المقصود بالمركز؟ نعم، لكن تاريخيا هذا الأمر ليس كذلك أخي العزيز. يعني أنت يعني من 55 لحد آخر ممكن حكومات، شوف في كان كتاب أسود طلعونا حركة العدل والمساواة، شوف الناس اللي في على مستوى الهرمي للدولة في مؤسسات الخدمة المدنية كلهم من مناطق معينة. طيب. يعني المطلوب هو، أنا لا أقول إنه السودان في بعض الأطراف فقط مهمشة، التهميش حتى مراحله كثيرة. في تهميش ثقافي، عدم التعبير عن بعض الثقافات، في تهميش اقتصادي، في تهميش سياسي مختلف. يعني التهميش ليس قولا واحدا أو فكرة واحدة. طيب. في ممكن إذا خدتنا من درجات، في مناطق مهمشة 2%، في مناطق مهمشة 90%، على حسب القراءات الموجودة. المركز الآن الكويس في إنه الآن هذه الأصوات التي تتكلم وتواجه، لأن هذه مسكوت عنه، في حاجات مسكوت عنه، إذا لم نتكلم عن المسكوت عنه لا يمكن أن نصل إلى حل. ونحن الآن بنشرع عشان نصل لعملية سلام. نعم. طيب إن شاء الله سأعود إليك بعد الفاصل ونشوف حكاية عدم الاتفاق في القاهرة وكيف تقراها والناس ماشية على مفاوضات. إذن مشاهدينا الكرام، سنواصل هذه الحلقة والحديث عن المهمة الأولى، ألا وهي مهمة السلام في الفترة الانتقالية، وذلك لأن المفاوضات ستنطلق غدا إن شاء الله في مدينة جوبا. فاصل من ثم نعود لنواصل، تابعونا. مرحبا بكم من جديد في حديث الناس. أولى مهام الفترة الانتقالية مسألة السلام، وذلك على مفاوضات جوبا في يوم الغد. وضيوفي لهذه الحلقة من حديث الناس السيد العميد ساتي سوركتي الخبير الأمني والناشط السياسي، وكذلك الأستاذ نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة. مرحبا بكم من جديد ضيوفي الأكارم. أعود إليك مرة أخرى أستاذ نهار. يعني ود الفكي والتعايشي ذهبا لأديس أبابا لمحاورة رئيس الجبهة، يعني رئيس الجبهة الثورية لوحده، واليوم ينطلقوا إلى جوبا لمحاورة مجموعة محددة. لماذا لم تكن هناك خارطة طريق تتفق عليها هذه المكونات بالتعاون مع الإيجاد وغيرها من يعني الشركاء الداعمين لعملية السلام؟
أنا أعتقد أنه دي واحدة من المعضلات الأساسية. يعني حتى الآن كل الناس وكل الآمال بتتجه في أنه عملية سلمية تتم. الواضح تماما أنه في أكثر من مجموعة. يعني البارحة أيضا في أديس، لو متابع الأخبار، في تحالف الوطني للتغيير برضو، مجموعة من الحركات المسلحة اللي غير مشمولة في هذه المفاوضات أيضا أعلن عن تكوين جسم خاص بها. وهناك مسار لعبد العزيز الحلو، مسار للجبهة الثورية، الأخ عبد الواحد حتى الآن ممانع تماما لهذه العملية. المطلوب أنه كل هذه المسارات يجب أن تكون متفقة في جهة واحدة تستطيع أن تذهب بالعملية السلمية بعيدا، لأنه هذه المرة لا نريد عملية جزئية، نريدها عملية شاملة، كل حتى الرافضين والممانعين، بالإضافة إلى المكون الموجود. يعني حتى الآن الحديث عن الحركات التي وقعت على السلام أيضا غايب تماما من هذه العملية. وهذا سيعيدنا مربع آخر، يعني تجيب ناس يطلعوا آخرين، ما بيكون حلينا مشكلة. يعني بنعيد ونكرر في نفس الأخطاء اللي وقعت فيها الدولة من 55. تأتي بفصيل يذهب فصيل، التمرد لا ينتهي بهذا الشكل. فأنا أعتقد أنه حتى الآن أيضا يعني التركة بتاعت هذه العملية السلمية، يعني مفاوضات الدوحة مثلا، وثيقة الدوحة، الدور القطري في هذا العام. قبل يومين كان هناك مبعوث قطري موجود هنا. قطر ذهبت بهذا الملف يعني به مراحل بعيدة جدا. هل نبدأ من الصفر؟ لا نعير اعتبارا لما تم في هذا الملف من قبل، الانجازات التي تمت فيه. وهذه الاتفاقيه يعني وثيقه الدوحه هي معترفه من قبل مجلس الامن والامم المتحده. هل تلغى تماما وتبدا من جديد؟ فانا اعتقد انه هذه كلها مجموعه من الاسئله ومجموعه من التساؤلات التي يجب الوقوف معها بجديه. استصحاب كل مكونات العمل المسلح في أطراف السودان المختلفة للوصول إلى تسوية نهائية شاملة، حتى لا يعود هناك حتى مبرر لحمل السلاح. جميل. طيب يعني هذا يعني جزء من اتفاق المبادئ. يعني لقد شمل اتفاق المبادئ الذي أبرمته يعني في جوبا الشهر الماضي الجبهة الثورية والمكونة من حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وكذلك حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. شمل على ضرورة إشراك الاتحاد الأفريقي ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومنظمة إيجاد ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي كأطراف مهمة لابد منها في مراحل صناعة السلام وبنائه. سيد العميد، ماذا تعليقك على هذا النص؟ والله أولا أنا أكون معك واضح، يعني أنا أصلا لا أحسن الظن بهم جميعا. أنا أعلم إنه في ناس شغالة لحساب أجنبية يعني، وأكون ساذجا جدا إذا قلت إنه السودان ده يعني شغال براه، وكل الأمور التي تجري فيه لاعتبارات خاصة ولاعتبارات محلية يعني. ده كلام غير صحيح يعني. والتدخل ممكن يكونوا ضامنين يا سعادتك؟ ما في حاجة اسمها ضامنين يعني. ضامنين المسألة ما تجارة يعني. ضامنين ديل إذا وجد من الحيثيات ومن الإجراءات ومن ما يتفق عليه ما يعزز يعني مصالحه، يعني مصالحه في أن يحفظ عناصره الشغالة لحسابه، ومصالحه في أن يحفظ يعني قواه، ويحفظ علاقاته، ويحفظ شروطه اللي بيخدها في الاتفاق يعني. كما فعلت الجهات التي رعت نفاشة يعني، وأدت إلى بنفاشة إلى النهايات التي تريدها هي، مش التي يريدها السودان يعني. وعشان كده أنا طبعا بتشكك كثير جدا لما يحصل أي تكاثر يعني غير طبيعي لحركات يعني. يعني أنا امبارح اندهشت جدا للجبهة الثورية للتغيير، والتي قالت خطابا جديدا، وإنها يعني رفعت راية شديدة جدا يعني. فده كمان تجمع جديد يعني. طيب، فعلى السودان والسودانيين قيادة وأحزابا أن يصوغوا في هذا الأمر مشروعا وطنيا واحدا، ويتولوا صياغة حراسة هذا المشروع وتفصيله يعني. طيب، كيف يمكن ذلك سيد العميد؟ إذا أي زول كل يوم طالع لنا ببيان لما الذي يحكم السودان ده يقوم يحكم بلسانه الحزبي وبمقاصد الحزبية وبحدود فكرة الحزبية، حنمشي كده طوالي إلى يوم القيامة يعني. لكن إذا اجتمعنا جميعا وصغنا بيانا أو صغنا مشروعا وطنيا جامعا يستهدف أساسا حل الإشكالات دي يعني، حل هذا الخطاب
المتناقض، هذا الخطاب المتوزع في وطنيته والمتوزع في حقوقه وكده يعني. ونحرص نشكل طريقة نحرس بها هذا المشروع يعني، ونلزم به كل من حكم يعني، ونتواضع عليه قسما واحدا يعني. ده المشروع اللي ممكن يحل المشكلة يعني. بعد ذاك أكيد في أطراف حتخرج من هذا الإجماع الوطني يعني. حتخرج ليه؟ لأن هي أصلا ما متحركة لأهداف وطنية وأهداف خاصة بها وطنية يعني، إنما شغالة لحساب أجنبي يعني. دي حتنعزل وحتكون قوة صغيرة جدا جدا يكون التعامل معها يعني. ليس يعني ما حيكون لها تأثير أمني في المشهد؟ لا حيكون تأثير صغير جدا. أصله لابد من يكون في تأثير أمني. أصلا ما حيكون في يوم من الأيام أي دولة ما عندها مشكلة أمنية يعني. ده لن يكون أصلا يعني، ولا حتى كان في مجتمع المدينة يعني، ولن يكون في هذا الزمن ولا في الزمن الجاي يعني. دولة بدون مهددات بدون تحديات أمنية ما في كلام زي ده أصلا يعني. لكن الأمر بيكون بدرجة أو بمستوى أو بطبيعة يعني أقل حدة وأقل تأثيرا من الطريقة الأخرى يعني. نعم. طيب سيد نهار، يعني سيد عبد الواحد محمد نور يعني رأيه واضح وصريح في إنه يا أخي ما راضي بالحكومة الحالية، وما راضي حتى يعني ما وقع في اتفاق إعلان المبادئ بجوبا. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ والله هو صحيح يعني الموقف بتاعه متعنت بعض الشيء. هو صحيح يعني حصلت متغيرات كبيرة جدا في السودان. هو لا يعترف بهذه الحكومة، لكن جلس مع السيد عبد الله حمدوك. حتى الجلسة كان يعني اشترط فيها أن يكون نعم اشترط أنها تكون شخصية وليست. لكن هذا التمنع الواقع الجديد لا يسنده بأي شكل من الأشكال يعني. كل آمال الشعب السوداني وحتى الجهات اللي هو يدعي أنه يمثلها تواقع إلى عملية سلمية. صحيح هو هذا التغيير الذي تم أيضا بمشاركة القوات المسلحة، وهذه القيادة الموجودة الآن جزء منها من المكون العسكري، لا يمكن بدونهم أن يتم هذا التغيير، سواء رئيس المجلس السيادة، سواء قائد قوات الدعم السريع الفريق حمد حمدان دقلو والآخرين. فهذه حكومة جاءت لأنها نتيجة انحياز للشعب السوداني، وكان لا يمكن أن يتم هذا التغيير ما لم تكن فيه. هذا أمر واقع. الآن يجب أن التعامل مع الأمر الواقع هذا. الأخ عبد الواحد محمد نور عليه أيضا هو مجموعة من المطالب محلها ولا التفاوض. أنا أعتقد نعم. أنه هذه المطالب لا يمكن الجلوس بعيدا والمنادى بها، يجب أن يكون جزءا من هذه العملية. حتى مطالب لو كانت متعنتة يجب أن نطرحها على طاولة التفاوض، بعد ذلك الشعب السوداني يقول رأيه فيه. لكن أنا أتفق أيضا مع سعادة العميد سوركتي في أنه نحن كسودانيين أيضا يعني التجاذب بتاع المحاور والمصالح المتضاربة لدول في شأننا الداخلي سوف يقعد بنا. يجب أن تكون هذه الحكومة بعيدة عن هذه المحاور، محورها الوحيد هو مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول. ما لم نأتي ونتفق ونعمل على هذا المبدأ أعتقد أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى الحالة التي نرضاها في أنه يكون هناك سلام وأمن مستدام. نعم. طيب سيد العميد، يعني موقف عبد الواحد محمد نور كان رافضا منذ البداية، يعني حتى قبل أن تتشكل حكومة وبعد أن تشكلت الحكومة. هل هذا يعيدنا إلى مربع يعني التدخل الأجنبي بشكل ما أو بطريقة ما؟ هناك جهات ترعى مثل هذه الحركات ولا تريد السلام والاستقرار لهذا السودان؟ نعم بوضوح كده. نعم هو أصلا السودان القوة الشغالة في السودان، المحافل let's be specific يعني، المحافل الشغالة في السودان محافل مختلفة يعني. شغال المحفل الإنجليزي الأمريكي، وشغال المحفل الألماني، وشغال المحفل الفرنسي الآن يعني فرنسا دي عصر السودان ده اللي بيربطها بيه شنو كتير كده يعني، ما عندنا بقى علاقة كبيرة يعني، عشان هسه عادي ماكرون يتولى أمر السودان ويتولى إنه أنا هأعمل وأنا هأعمل. مصالح استراتيجية سواء كانت اقتصادية. مصالح السودانية الاستراتيجية على مر التاريخ كانت مع الإنجليز ومع غرب أوروبا ومع الامريكان ومع الشرق مع الروس يعني. ما كان في مصالح استراتيجيه سودانيه مع فرنسا دي اصلا يعني. شركات الذهب ارياب اذا ما اصلا ما فرنسا ما ارتبطت بالسياسه الخارجيه السودانيه ارتباط العناصر الاخرى يعني. لكن ده اقول لي انا في تقديري انه يعني عبد الواحد في فرنسا يعني، وبالتالي اعرف انه عبد الواحد يلعب بفرنسا يعني. لابد من نفكر يعني وراء الورقه يعني، وراء الحيطه يعني، وراء البتاع.
طيب كيف نحل اللغز يعني؟ ماكرون استقبل حمدوك وبهذا الاحتفاء وفي النهايه عبد الواحد يرفض. لكن عشان كده يعني اداره عبد الواحد الان في المرحله دي في تقديري انا يعني بتتطلب اداره علاقه مع الفرنسيين، يعني مع فرنسا ذاتها، يعني زي ما كان اداره دارفور في حته ما في وقت ما كانت مع المحفل الالماني يعني ده اليد الأجنبية في الشأن السوداني يعني واضحة جدا، إلا إذا الناس تغابت. يعني البعض يشير إلى إسرائيل ممكن يكون لها اسم، وأصلا هو المحافل دي ما أصلا حقت إسرائيل يعني المحافل الماسونية دي أصلا صهيونية إسرائيلية أصلا يعني. وأنا قلت كثيرا قبل كده وأقول الآن يعني بدون أي لف ودوران، يعني أصل إسرائيل دي نجحت أو الصهاينة دي نجحوا في دولتين، يعني نجحوا نجاح منقطع النظير في دولتين. نجحوا في الولايات المتحدة قووها التقوية اللي مدورين بها العالم ده يعني، ونجحوا في السودان بأنه أقعدوه وأخرجوه من دور التاريخ يعني، وجهلوا إنسان السودان ده بحقائق التاريخية وحقائق الجيوبوليتيكية بتاعته يعني، وأخرجوه من دور التاريخ. التاريخ في المنطقة دي مركزه وأصله وفصله ومنشأه السودان ده، السودان اللي أنت بتعرفه ده وأنا بعرفه ده يعني. نعم. عشان كده جهلونا بتاريخنا وأخرجونا من هذا الدور يعني. السودان ده لما كان سودانا في التاريخ القديم والتاريخ المتوسط، السودان ده كان هو القوة السياسية الاجتماعية في المنطقة يعني. احنا اللي مشينا واحنا اللي وصلنا الهلال الخصيب، واحنا اللي حكمنا المنطقة دي كلها، واحنا لنا ميراث اللغة، واحنا لنا ميراث الحضارات يعني. لذا نحن بنستهدفهم. فعشان كده الماسون دين نجحوا جدا في تجهيل الانسان السوداني بحقائقه يعني، كما نجحوا جدا في تقويه الامريكان وهسه مدورين لهم صوت في العالم يعني. جميل، سأعود لك مرة أخرى. طيب سيد نهار، يعني الجبهة الثورية بتقول مستعدون للسلام في 2020، يعني ما هي مؤشرات جدية الجبهة الثورية لهذا الأمر؟ ولماذا ارتبطت ب 2020؟ والله هو السلام ليس مرتبطا بتاريخ معين. السلام أنا أفتكر أنه اليوم إذا جاء مطلوب قبل بكرة. لكن مؤشرات هناك جدية من الجانب المكون العسكري في مجلس السيادة، والدليل على ذلك يعني الجولات التفاوضية اللي تمت يعني حتى قبل تشكيل هذه الحكومة منذ بداية التغيير، يعني لقاءات جمينا ما بين الفريق دقل والأخ مناوي، ولقاءات اللي تمت أيضا في إريتريا وغيرها، كلها تؤكد أنه الجانب العسكري كان جاد جدا في الوصول، باعتبار أنه هو بيكون أقرب ممكن رؤية ومعرفة بأضرار الحرب. فأنا أعتقد أنه وأيضا هذا الوفد التفاوضي الآن اللي مشى يمكن لديه التفويض الكافي، ما زي الوفود الزمان بتمشي للتفاوض، يعني على مستوى ممكن لديه التفويض الكافي اللي يستطيع الوصول إلى عملية سلمية شاملة. الحاجة الثانية برضو مجموعة من الخطوات اللي بين الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بالإضافة إلى حكومة الولايات وغيرها مربوطة أيضا بالوصول إلى الاتفاق. فدي كل الأمور دي مع الإرادة الحقيقية والثقة المتبادلة ما بين الأطراف يمكن أن تؤدي إلى وصول إلى عملية سلمية. لكن أرجع وأقول إنه العملية السلمية المطلوبة لازم تكون شاملة، لازم تكون شاملة تشمل كل الأطراف، وليس بس يعني بسرعة كده الوصول وإنه فلان إذا رافض متعنت نخليه، ولا ديل خلاص بجاي مشكلته انتهت، ولا ديل لا يسوي شيء، أو دي بندقيته طويلة ودي بندقيته قصيرة. عملية السلام لا تحسب بهذه الأشياء، هناك أسباب جذرية أدت إلى هذه المشاكل يجب المقاربة لها بطريقة واعية ومباشرة وشفافة. نعم. بعد ذاك يعني يمكن الحديث عن أنه التحول الذي يتم عبر دخول هذه القوات، سواء الحركات المسلحة، دمجها في الجيش السوداني، إعادة هيكلة الجيش السوداني بما يستوعب هذا التنوع الكبير في البلد الحاصل، حتى يعني أنه المبالغ والأموال التي تصرف على الدفاع والأمن وهي مبالغ مهولة جدا يمكن أن تذهب في إطار يعني حل المشاكل المعيشية. لكن الشيء المؤكد أنه ما لم تحل مشكلة الحرب والسلام من الصعوبة جدا الوصول إلى استقرار اقتصادي، لأنه هاتين العمليتين الدولة مربوطة بشكل كبير جدا في صرفها ومواردها على الجانب الأمني والدفاعي. ما لم وصول إلى عملية سلمية جادة وشاملة أعتقد من الصعوبة جدا أنه الشعب السوداني ينتظر أن يجد حلا قريبا. نعم.
ولا يمكن أيضا أن نعول على الخارج. يعني أنا أعتقد ممكن أختلف في بعض الشيء مع الأخ العميد في أنه جزء كبير من مشاكلنا من صنع يدينا ما من الخارج. صحيح يعني كل الدول الخارجية بأجندتها وبتحاول أنها تمرر أجندتها وبتحاول تفتش حلفاء، لكن بس في عدم الاتفاق تجد من يساعدها يعني. نعم، لكن المشكلة الكبيرة في أنه عدم الاتفاق وعدم الالتفاف حول مشروع وطني، حول رؤية وطنية في كيف أن الدولة هذه تدار، هو المقعد السودان كل هذه السنوات. يعني نحن بما الإمكانيات اللي بنتكلم عنها كل يوم، الإمكانيات الموجودة باطن الأرض وخارج الأرض ظاهر الأرض، يعني ما إمكانيات سهلة، الموقع الجغرافي، علاقاتنا، كل هذه الأشياء، حضاراتنا. بس الحضارة السودانية تمتد لآلاف السنين. نحن كنا المنطقة دي كلها نحن يعني اللي قعد بينا إنه نحن برضو يعني عندنا شعور بعدم الثقة في النفس. دي واحدة من الإشكاليات الأساسية اللي يعني وقفت في القرون الأخيرة على السودان. السودان هو كان قائد لهذا الجزء من العالم، فكيف يكون هو تبع الآن لبعض المحاور ولا لبعض الدول ولا لبعض الأجندة؟ هذه إشكالية كبيرة يجب كسودانيين أن نقعد لها، وأيضا تحتاج أيضا لدراسات وأفكار من أهل الشأن في هذا الأمر حتى يعود السودان كما هو. السودان الآن ليس السودان الذي يجب أن يكون. طيب سيد العميد، إلى أي مدى يمكن يعني التدخل الخارجي المساهمة في إطالة أو أمد يعني المفاوضات أو تقصيرها حتى؟ والله أنا أصلا لا أظن إنه المكون الخارجي ولا البعد الخارجي ولا الدول الأخرى دي يعني حريص على إنه يكون في سلام في السودان. يعني أصلا الفرضية ده أنا لا أوافق عليها أصلا يعني. لكن لأنه هم أصلا هو ما في خواجات شغالين جوا البلد دي يعني، ولا في جنسيات أخرى شغالة في البلد دي، شغالين لحساب الخواجات دي السودانيين يعني. سودانيين عديمي أمانة وطني يعني عملاء يعني بالواضح يعني. فهم أزرعهم مبثوثة في الجسم السياسي ده بصورة كثيرة جدا يعني، وفي الحركات وفي الجسم السياسي وفي الخرطوم وفي الجوين وفي كل لا يعني. طيب كيف يمكن أن نتخطى ذلك؟ دي مصيبة كبيرة جدا. عشان كده شنو الكلام ده لازم انت هسه دي البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير يعني. السودان ده في ال50 سنة اللي فاتت دي كمية من البعر والأثر تدل على التخريب المقصود لا حد لها يعني. سمعت لك زول حاكموا قالوا ده عميل ولا ده جاسوس ولا ده حاسبوا عليه حاجة زي دي يعني، عشان تعرف ضخامة وتجذر هذا المشروع الماسوني في هذه الدولة المنكوبة يعني. إلى متى لكن نظل هكذا؟ والله حتى يقضي الله أمرك كما بقول، لحد ما نعمل لنا مشروع وطني ونتواثق عليه وكده، وبعد ذاك ربنا بينصر الحق يعني. نعم. واحنا ذاتنا بعد ذاك لما نتواثق على المشروع الوطني بتكون القوة الذاتية، لأنه ده عمل سري، العمل السري دائما ضعيف يعني. نعم. إذا وجه بيكون ضعيف جدا، لكن لن يواجه إلا بإرادة، وإرادة قائمة على بعد عقلي وأخلاقي يعني. بعد وطني مداره العقل والأخلاق والأمانة الوطنية يعني. نعم. والشعور الوطني يعني. إذا كونا هذا وعملنا هذا المشروع وتواثقنا عليه، تأكد ده كله حتدروه الرياح يعني. نعم. طيب سيد نهار، يعني هل من المتوقع يعني أن تأتي محادثات جوبا في خلال هذه الفترة الزمنية المحددة 6 أشهر أكلها؟ لكن هذا السؤال إن شاء الله عقب الفاصل سيد نهار. مشاهدينا الكرام، فاصل من ثم نعود لنواصل هذه التغطية الخاصة من قناة طيبة الفضائية. السودان من الثورة إلى الدولة، تابعونا. أهلا ومرحبا بكم من جديد في حديث الناس. وأولى مهام الفترة الانتقالية السلام، وذلك على مفاوضات جوبا غدا بإذن الله، وتمنيات بالرجاءات التوفيق للطرفين المتفاوضين. سألنا قبل الفاصل سيد نهار عن هل من المتوقع أن تؤتي محادثات جوبا أكلها في مسألة 6 أشهر؟ البعض يراها كثيرة حتى يعني 6 أشهر إذا كان هناك إرادة. نعم، أنا أتفق معك. إذا هناك إرادة حقيقية ممكن أن تكون ال6 شهور كافية جدا، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه يعني مثلا ماذا يحصل للأخ عبد الواحد مثلا. إذا لا نستطيع أن نقول في هذه المرحلة أن هناك شخص يمكن أن تجاوزه.
يجب الجلوس معه مهما كلف الأمر للوصول إلى تفاهمات معه في هذه العملية السلمية. عبد الواحد وحده أم هناك كذلك هذا من ناحية عبد الواحد، وأيضا زي ما ذكرت قبل أنه حتى الأخوان اللي في التحالفات والحركات اللي بيعتبرهم صغار وما دخلون في العملية السلمية، بالإضافة إلى هذا الكم الموجود الآن من الحركات اللي وقعت اتفاقيات سلام، فهذه عملية شاملة. أنا أعتقد أنه الأخ بروفيسور سليمان ديبيلو أيضا المفوض الجديد لمفوضية السلام يجب أن يضع هذا الأمر كله في الاعتبار، باعتبار أنه هذه المفوضية واحد من أدوارها إنها هي الجانب الفني، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، متابعة تنفيذ يعني وحتى مسار العملية التفاوضية، لكن يجب أن لا يتم الاستعجال في أنه وصول بس لعملية بتاع السلام أو وقع مع فلان أو وقع مع علان. هذا الأمر وهذه المرحلة أكبر من هذا من المقاربات السابقة للأمر. يجب أن تكون النظرة استراتيجية. أعتقد بالثقة الموجودة وبالروح الجدية الموجودة الآن هذه 6 شهور ممكن أن تكون كافية جدا إذا أخذنا كل هذه الملاحظات في الاعتبار. جميل. طيب بالذهاب إلى يعني اختصاصات مجلس السلام، وحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية يختص المجلس بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويطلع يعني هذا المجلس بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل. كيف يمكن تحقيق ذلك من خلال هذا المجلس سيد العميد؟ أنا والله أعلم عندي معرفة شخصية بالسيد سليمان ديبيلو يعني، وأنا سعدت جدا بتعيينه في هذا الموقع يعني، لأني أعلم أنه ذو عقل مفتوح، وذو ثقافة عريضة جدا، وذو خبرة في العمل في المجال هذا يعني، لأنه عملنا سويا في قضية أبيي يعني وحيثياتها يعني. ف سليمان ديبيلو عقل يعني يعتمد عليه جدا يعني، وأسأل الله أن يعينه في أن يقدر يعني يدير هذا الواقع السياسي يعني، لأنه في النهاية السلام ده تأتي به الحكومة كلها والدولة كلها يعني. فأسأل الله أن يجد المعونة في ذلك يعني إن شاء الله. طيب إضافة إلى ذلك يعني السيد العميد يعني تنص هذه الفقرة بحسب مجلس السيادة أن ديبيلو سيكون كذلك مقرر للمجلس الأعلى للسلام، ويرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي يضم أيضا مجلس أو أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء شؤون مجلس الوزراء العدل والحكم الاتحادي، إلى جانب 3 خبراء أكفاء من ذوي الصلة. ما هي أبرز التحديات التي ستواجه هذا المجلس سيد يعني سركتي؟ والله هو على المجلس زي أن يصيغ المشروع الذي يجمع كل هذه الحركات، ده أول شيء يعني، عشان ما يقعدوا مع كل زول ويتخاطبوا معه خطاب تجاري يعني، أنت داير نديك، أنت تدينا، أنا نديك دي يمشوا للآخر كمان يتعاملوا معه بصورة تجارية، يمشوا لهذه المجموعة يتم التعامل بصورة تجارية يعني. على المجلس زي أولا أن يصوغ هذا المشروع الواحد الذي على الجميع أن يأتي إليه يعني، وبعد ذلك يدار هذا الكلام يعني في يعني صياغة المشروع ده أولا، حتى بعد ذلك الإدارة يعني. أنا بفتكر إنه سليمان الديبيلو ذو عقل كبير جدا جدا، ويمكنه تماما أن يصوغ هذا المشروع يعني، إذا كان لوحده أو إذا كان مع السيل الداخلي بتاعه يعني. نعم. لكن صياغة هذا المشروع هي المطلوب الأول يعني، حتى بعد ذلك الجلوس والتفاوض وإلى آخره يعني. وهي في حد ذاتها تحدي. نعم لما يصاغ المشروع ويتفق عليه بعد ذلك الناس تأتي إليه يعني، وبعدين بيكون في حدود الناس تقف عندها يعني، عشان ما تعطي أكثر من اللازم هنا، وبعد ذلك تضطر أن تعطي ما أعطيت هنا، وهكذا الأمور يعني الأقدام تنزلق وإلى آخره، وتتفكك المسألة يعني، تبقى المسألة كلها يعني عمل تجاري أكثر منه عمل سياسي قاصد يعني. طيب سيد نهار، يعني مع اختلاف وجهات النظر للحركات المسلحة بمكوناتها المختلفة، كل فكرة أو كل حركة بتحمل ممكن فكر أيديولوجي معين، منهم من يريد مثلا أن يكون السودان يعني يحكم بطريقة فيدرالية، ومنهم من يريد أن يكون السودان دولة علمانية، حسب كل حركة حسب رؤيتها التي تحملها.
كيف يعني نوحد مثلا خطاب أو وثيقة واحدة تجمع كل هذه الحركات بمختلف هناك المشكلة في قضايا كبيرة ما يمكن التقرير فيها الآن، يعني شكل الدولة، التوجه بتاع الدولة في الفيدرالية، علمانية، إسلامية، دي قضايا ممكن محلها المؤتمر الدستوري، وبعدين بعض الحاجات ممكن محلها الدستور اللي استفتى عليه الشعب، وبعضها عبر الحكومات اللي بتكون منتخبة. يعني ليست هذه من مهام فترة انتقالية في تحديد إنه دولة علمانية ولا إسلامية ولا لكن كما هو معلوم إنه السودان حتى الآن وحتى بنص الوثيقة الدستورية حكومة فيدرالية، حكم لا مركزي. هذا طبعا واحد من مكتسبات الشعب السوداني الذي لا يمكن التراجع عنه في دولة قطر كالسودان. من الصعوبة جدا نظام آخر غير النظام الفيدرالي. لكن القضايا الكبيرة هذه ليست محل تفاوض بتاع جهة من الجهات. المهم في إنه الوصول إلى عملية السلام، وأنا أتفق مع الأخ العميد في إنه المقاربة لازم تكون لكل هذه الأطراف بكل قضاياها، لأنه النازحين واللاجئين اللي ذكرتهم أنا في بداية الحلقة منتظرين. ما لم يتم التوصل إلى تسوية لهذه العملية من الصعوبة من مكان إرجاعهم إلى أماكنهم. أكثر من 4 مليون ما بين نازح ولاجئ موجودين سواء في الولايات المختلفة أو خارج السودان في تشات وفي دول الجوار الأخرى. ديلا بدون عملية سلمية من الصعب جدا إرجاعهم، لأنه في عبر العملية السلمية هناك يعني إجراءات وبرامج في إعادة توطينهم في أماكنهم وفي إيجاد الحياة الكريمة لهم ومواصلة حياتهم. فده يعني عامل غير مطروق بشكل كبير جدا وسط المباحثات الماشية. وأنا أعتقد أنه الهم الأساسي، وأيضا لازم الناس يسمعوا صوتهم أيضا، هم لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيين. وفود التفاوض هذه يجب أن تستأنس برأيهم، أن يكون رأيهم موجودا سواء في الجانب الحكومي أو في الجانب الآخر. أنا أعتقد أنه هذه المرحلة الجانبين كلهم للشعب السوداني، سواء الجانب الحكومي سواء جانب الحركات، كلها يعني ذات أجندة واحدة. في نهاية الأمر هو ليست يعني تفاوض بمعنى نديك كم تاخذ كم ولا كده، لكن في حدود الممكن والمقبول والمنطقي لحلحلة مشاكل متوارثة منذ الاستقلال يجب أن يكون الوصول إليها عبر دفع فاتورة حقيقية لهذه العملية السلمية. نعم. طيب سيد العميد سوركتي، مسألة النازحين الآن مسألة لها أبعادها من ناحية أمنية، كيف تقرأ ذلك واستصحابه في ملف السلام؟ لأن الحديث الآن للحركات المسلحة يمكن يكون حديث عن مطالب سياسية بعينها أو حتى محاصصات إدارية سياسية في مكون يعني السيادة بتاع الدولة. نعم، هذا طبعا ده بعد أساسي في الموضوع كله يعني، لأنه في النهاية المسألة ما حاجة يعني تحلقية كده حاجة فوق، لا حاجة واقعية على الأرض يعني، لازم تتعامل كمان مع المشاكل التي على الأرض يعني. فده كله جزء من المشروع يعني. كيف حل اشكال النازحين، وكيف عودتهم، وكيف ترتيب المشروعات التي يسكنوا فيها، وكيف والى اخره. طبعا في شغل اقتصادي واجتماعي هنا، وشغل كثير جدا في اعاده النازحين دي يعني، وده كله ينبغي تفصيله في المشروع يعني. والمساله ما بتكون كده يعني انه خلاص ارجعوا بيرجعوا، لا، لازم. وانا متاكد انه المشروع ده السوداني ده الذي يحل المشاكل والتعقيدات التي يعني تقول بها الحركات، المشروع ده ممكن يدعم من العالم العربي ده اكثر مما يدعم من اوروبا ولا من امريكا يعني، لانه امريكا لا ترغب ولا اوروبا داير الكلام ده يعني. الكلام ده الدارين ناس المنطقه الذين يتاثروا بواقع هذا البلد يعني. تماما. ده عشان كده جات قطر ساعدت، عشان كده السعوديه ساعدت، عشان كده الامارات ساعدت والى اخره يعني. المشروع ده ممكن يسوق في العالم العربي الاسلامي ده وياتي باكله تماما يعني. لكن يعني زي ما قلت لك دي حقائق لازم مخاطبتها، حصر النازحين وحصر وتحديد المواقف والى شغل اداري كثير جدا جدا. طيب في نصف دقيقه سيد العميد ماذا تقول ختاما في هذه الحلقه؟ نصف دقيقه ماذا تقول؟ والله أقول أسأل الله أن يلهم المسؤولين، وأسأل الله أن يبعد عن هذا السودان الذين يبلغون شرا نحوه يعني. اللهم آمين. طيب سيد نهار ماذا تقول في نصف دقيقة ختام هذه الحلقة؟ والله أنا أعتقد أنه العملية السلمية هي المفتاح المفصلي لكل حلحلة المشاكل الموجودة المتوارثة. يجب يعني انتهاز هذه الفرصة التاريخية والجلوس بصدق وشفافية مع كل أطراف النزاع وكل أطراف المشكل للوصول إلى المرحلة الأولى من حلحلة الواقع السوداني والدخول في آفاق المستقبل.
جميل. إذا مشاهدينا الكرام، ناقشنا خلال هذه الحلقة من حديث الناس أولى مهام الحكومة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية السلام، ووقفنا على مستجدة التفاوض في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة. في حلقات سابقة من برنامج حديث الناس تحدثنا عن مهمة السلام ومشروعية التمرد من عدمه، بالإضافة إلى علاج آثار الحرب. استضفنا خلالها خبراء في القانون والسياسة والأمن وبناء السلام. برنامج حديث الناس مشاهدينا الكرام سيواصل مناقشته لمهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية من خلال برمجة قناة طيبة الفضائية الخاصة السودان من الثورة إلى الدولة. غدا بإذن الله سنواصل في ملف السلام وقراءة التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة. شكرا لضيوفنا داخل استوديو العميد معاش ساتي سوركتي الخبير الأمني والناشط السياسي، والأستاذ نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام إلى حسن المتابعة. إلى جديد الملتقى، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.